السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتفقنا ان لازم يكون عندك شوية معلومات عامة بجانب معلوماتك الدينية الأساسية، ولازم تعرف أصل الحكاية ايه. لما بنشوف حد ماخد رشوة او داخل في مكان مش مكانه وكده وبالحب بنقول دي كوسة. طب ليه بنقول دي كوسة ما بنقولش دي بطاطس، دي بتنجان، دي اي حاجة غير كده في الخضار؟ ايش معني الكوسة يعني؟ طيب مبدئيا كده صلي على حبيبك المصطفى. في العصر الفاطمي كان في سوق خضار كبير جدا، وكان ليه سور. بس مشكلة السوق ده انه كان مربوط بمواعيد، محدد بمواعيد للتجار فقط، من الساعة 5 الفجر لحد الساعة 7 الصبح. وكان التجار بيجوا من أماكن بعيدة، فبالتالي بيضطروا انهم يوصلوا بعد الساعة 7، وبذلك ما يقدروش يدخلوا. ولكن كانوا بيلجأوا لإيه بقى؟ كانت أرخص حاجة معاهم هي الكوسة، فكانوا بيدوا الحراس اللي واقفين على البوابة كوسة عشان يدخلوهم. ومن هنا ارتبطت الكوسة بالفساد والمحسوبية، رغم انها أكلة جميلة جدا. لو لسه تعرف المعلومة دي شير الفيديو على قد ما تقدر، وكما بدأناها نختمها بالصلاة على الحبيب.